السلام عليكم. ناس كتير بتعتمد في البيزنس بتاعها على مفهوم التسويق الإلكتروني أو الديجيتال ماركتينج، وعايزة تعرف إزاي تعمل حملات إعلانية ناجحة. أنا جاي أقول لك بعض الخطوات كده والمصطلحات اللي أنت لازم تكون فاهمها وتنفذها عشان تعمل حملة إعلانية ناجحة على السوشيال ميديا أو في أي منصة تسويق إلكتروني. أول حاجة لازم تكون عارفها هي إيه هي الباير بيرسونا بتاعتك. يعني إيه باير بيرسونا؟ باير بيرسونا يعني شخصية العميل. شخصية العميل دي خلينا نتخيل كده ان العميل ده واحد صاحبك مثلا، انت عايز تعرف عنه كل حاجة. عايز تعرف هو عنده كام سنة، ساكن فين، بيقبض كام، عايش ازاي، ايه الحاجات اللي بيحب يشتريها وايه الحاجات اللي ما بيحبش يشتريها وهكذا. طب هو الكلام ده يفرق معاك في ايه؟ يعني انت لو راجل مثلا بتبيع فيلل في الساحل الشمالي، يهمك تعرف شخصية العميل دي ليه؟ لا، الحقيقة يهمك تعرفها لأسباب كتير جدا. على سبيل المثال، هل انت منطقي انك تعرض فيلا في الساحل الشمالي مثلا تكلفتها 10 او 20 مليون جنيه تروح تعرضها على واحد بيقبض 5000؟ اكيد مش منطقي. هل من المنطقي انك انت تروح مثلا تعرض عربيه على طالب في المدرسه؟ ممنوع اصلا في القانون ان هو يسوق عربيه. مش منطقي. فاذا انت لازم عشان تعمل اعلان كويس لازم تكون فاهم عميلك بالظبط عشان تستهدفه صح. تاني حاجة، بعد ما حللت شخصية عميلك وعرفت هتكلم مين بالظبط وجيت تعمل الإعلان بقى، هتعمل حاجة اسمها ad copy. copy مش بالمعنى الحرفي بتاعها اللي هي نسخة، لا، copy دي معناها باختصار كده اللي هو المحتوى، يعني اللي انت هتكتبه في الإعلان. هتكتب ايه في الإعلان؟ هتقول مثلا والله احنا عندنا فيلل في الساحل الشمالي مساحتها من كذا لكذا، في المنطقة الفلانية بتطل على البحر، مش عارف ايه. ده كده الكلام اللي انت هتكتبه في الإعلان بتاعك. مهم جدا في الاعلان انك تعمل حاجه اسمها CTA او الكول تو اكشن. كول تو اكشن دي معناها ايه؟ معناها انك انت بتقول للعميل اعمل كذا. اعمل كذا دي قد تكون اي حاجه بقى، مثلا قد تكون اعمل لايك للبوست ده، اكتب كومنت، خش مثلا ده لينك اهو للحجز، خش احجز من هنا، ده مثلا الويب سايت بتاعنا، خش على الويب سايت. ده كده اسمه كول تو اكشن. طيب طلبت من الناس الكول تو اكشن ده وعايز بعد كده تيجي تقيس. من العناصر اللي انت ممكن تقيس بيها نجاح او فشل حملتك هي الكوست بير كليك. يعني تكلفة، هو بالعربي بتتقال تكلفة النقرة الواحدة، لكن يعني خلينا في كوست بير كليك. يعني انت مثلا قلت للناس تدخل على الويب سايت، لقيت ان انت في 5000 شخص دخلوا على الويب سايت من الاعلان ده، فتيجي تشوف انا صرفت في الاعلان ده كام، مثلا 50000 جنيه. يبقى الكوست بير كليك 10 جنيه. يعني تكلفة الشخص الواحد اللي دخل 10 جنيه لان دخل 5000 وانت صارف 50000 وهكذا. دي بعض المصطلحات، طبعا مش كلها، وبعض الحاجات اللي انت لازم تكون فاهمها في التسويق الالكتروني عشان تعمل حملة اعلانية فعالة فعلا. ولو عايز تعرف اكتر بص بقى الحتة دي، لو عايز تعرف اكتر عن التسويق الالكتروني اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. كول تو اكشن اهو. سلام عليكم.